اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. كام مره اديتي لابنك الموبايل وقلتي اهو ساكت ومش بيزعق وانا كده مريحه دماغي، لكن خليني اقول لك الحقيقه من غير لف ولا تجميل. الشاشه اللي سكتت ابنك ممكن تكون بتسرق منه حاجات اهم بكتير من الهدوء، وفي الفيديو ده هتفهمي ليه الشاشات خطر حتى لو المحتوى تعليمي، وايه اللي بيحصل في مخ الطفل وهو ماسك الموبايل، وازاي تقللي الشاشات من غير خناقات ولا صريخ، والمده الامنه على حسب سنه. اولا، ليه الشاشات بقت الحل السهل؟ خلينا نكون صراحه، الشاشات بتعمل 3 حاجات سريعه: بتسكت الطفل، وبتدي للاهل وقت، وبتمنع الزن والحركه. فالام تقول بس كده هو مبسوط وانا مرتاح، لكن الحقيقه اللي حصل هدوء ظاهري مش راحه نفسيه للطفل. طيب يا ترى ايه اللي بيحصل في مخ الطفل قدام الشاشه؟ مخ الطفل مش زي مخ الكبير. وقت الشاشات الدوبامين اللي هو هرمون المتعه بيطلع فجاه، والمخ يتعود على الاثاره السريعه، فالتركيز الطبيعي يضعف، والنتيجه طفل زهقان من اي حاجه هاديه، او صعب يقعد يسمع، او صعب يلعب لوحده، وسريع الغضب. المخ هنا اتعود ياخد المتعة جاهزة مش يبنيها بنفسه. طيب يا ترى ايه هي اضرار الشاشات؟ الدراسات الحديثة بتقول ان الافراط في الشاشات ممكن يسبب تأخر في الكلام، وضعف في التركيز، ومشاكل في النوم، وعصبية زيادة، وضعف مهارات التواصل. والخطر الاكبر ان الطفل يبقى حاضر بجسمه لكن غايب بعقله. طب يا ترى ايه هي المدة الآمنة على حسب العمر؟ التوصيات الطبية العالمية زي منظمة الصحة العالمية وصت ان اقل من 2 سنين يفضل بدون شاشات نهائيا، ومن 2 ل5 سنين نص ساعة او ساعة بحد اقصى، واكبر من 6 سنين ساعة او وقت محدود زائد رقابة زائد توازن. المشكلة مش في الشاشة بس، المشكلة في المدة والنوع والبديل. طيب يا ترى ليه الطفل بيهيج لما نمنع عنه الموبايل؟ لان الموبايل بقى مصدر المتعة الاساسي، مفيش بدايل جذابة. المنع فجأة بيساوي صدمة. الطفل هنا مش عنيد، الطفل بس اتعود. خليني بقى اقولك على الحل التربوي الصح. اول حاجه، قللي بالتدريج مش فجاه، يعني بدل 3 ساعات خليهم ساعتين، وبعدها ساعه لحد ما تتحكمي في الوقت. المخ هنا محتاج وقت يتظبط. كمان قدمي بديل قبل ما تمنعي. الطفل لازم يسال هعمل ايه بدل الموبايل. هنا لازم تديله بدايل بسيطه زي رسم او تركيب مكعبات او العاب حركيه. كمان مهم جدا انك تشاركيه الشاشه احيانا، يعني اساليه شفتي ايه، حصل ايه، وتحب نعمل زيه. كده الشاشات تبقى وسيله تواصل مش عزله. والخلاصه اللي لازم تعرفوها ان الشاشه مش عدو، لكن الافراط فيها خطر، وان الطفل محتاج توازن، وان اللعب والكلام والتفاعل بيساوي نمو حقيقي. ولو عايزه ابنك يركز ويتكلم ويهدى ويتعلم بجد، الشاشه ما تبقاش المربيه. وقولوا لنا بصراحه ابنك بيقعد قد ايه على الموبايل، واكتب لنا في الكومنتات، هبدا اظبط وقت الشاشات. وما تنسوش تشوفوا باقي حلقات سلسله الاخطاء التربويه على قناه انا وطفلي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.